كان في مثل زمان كده بيقول فيما معناه يعني إن محدش هيديك حاجة لله، لازم هتدي لحد حاجة وهو هيديك حاجة لازم ياخد قصادها حاجة تانية. طيب كنت مرة شغال مع عميل كده، فرحت أول أسبوع مع العميل ده لقيت الدنيا جميلة جدا. مثلا بنروح نقعد على طول اليوم ما بنعملش أي شيء، مفيش بلان، مفيش خطة، مفيش استراتيجي ماشيين عليها. ما كانش بيسألني عن النتائج، كنت ماشي كده شغال براحتي وعلى مهلي ومفيش حد بيجري ورايا. فيعدي اسبوع والتاني وللاسف يحصل ظرف كده فانا اسيب المكان ده. طيب تمام، سبت المكان ده ومقتنع ان الراجل ده كان راجل محترم سايبنا براحتنا عشان ما يرخمش علينا. بس رحت عملت انترفيو في شركه تانية تقريبا في الاسبوع اللي بعده على طول. اول ما قعدت مع الراجل قال لي احنا دلوقتي بنبيع باكس، انت لما تيجي تنضم لشركتنا ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هتقدمه لنا؟ وهتقدمه ازاي؟ وامتى؟ وهياخد معاك وقت قد ايه؟ في اللحظة دي أنا عقلي توقف كده وقلت إيه ده؟ هو الموضوع صعب كده؟ لا ده أنا محتاج أروح أتعلم من الأول وبعد كده أبقى أجي. فللأسف بعد كده معرفتش أشتغل في شركة غير تقريبا بعدها بست شهور 8 شهور أو كده. بس اتعلمت درس مهم جدا، لما تقعد مع شخص وتلاقيه ما بيسألكش أنت هتضيف لي إيه لما تيجي تتوظف عندي أو كده، أو لما تيجي تشتغل معايا، اعرف إن الشخص ده مش ناجح أو معرفش يعمل نجاح أصلا في شركته، أو نجاح أو عرف إنه يختار الناس الصح اللي تشتغل معاه. إنما لما تروح شركة تلاقيه بيقول لك بالنص كده إحنا بنبيع بإكس، حضرتك لما تيجي ايه اللي هيفرق؟ اعرف ان الناس دول بروفيشنال وانت هتكبر معاهم باذن الله. بس كده، انا احمد حمدي، فول ستاك ماركتنج اند ديجيتال ماركتير، يشرفني جدا انك تتابعني.